اللي ما شافش تزاوج الجمال فاته حاجة أغرب من الخيال. ده مش تزاوج، ده تحسه معركة فرض سيطرة وطقس غريب بيقوم بالذكر. الطقوس دي مش بس علشان يجذب الأنثى، دي كمان طريقة بيعلن بيها عن قوته وصحته، كأنه بيقول أنا الأقدر. الجمل الذكر عنده حاجة غريبة كده جوه حلقة اسمها الدلعون أو الهدة، دي عبارة عن نسيج لحمي وقت موسم التزاوج بينفخه ويطلعه من بقه كأنها بالونة كبيرة لونها أحمر أو وردي، واللون ده سببه زيادة ضخ الدم فيها وقت التزاوج. كمان اللون القوي ده بيشد نظر الإناث أكتر، وممكن تكبر لحد ما تبقى قد كرة القدم بالظبط. هو بيعمل كده ليه؟ الفكرة ان ده استعراض عضلات قدام الإناث، بيوريهم انه في احسن حالاته الصحية والإنجابية، وكأنه بيقول انا الأقوى واجهز واحد هنا. والحركة دي مش بس شكل، دي معاها كمان أصوات غليظة وعميقة جدا كأنها زئير الصحراء، مع هز راسه بطريقة متكررة. كمان نفسه بيبقى له ريحة قوية وأحيانا وحشة شوية بسبب إفرازات خاصة، لكن المدهش إنها بالنسبة للإناث ريحة جذابة جدا. يعني باختصار البالونة دي مع الأصوات والريحة بتبقى لغة الجمل الخاصة علشان يقول للأنثى أنا جاهز ومستعد. الجمل الأنثى بقى مش أي وقت تقول تمام يلا نتزاوج، لا، هي ليها مزاج وموسم معين، وغالبا بيكون في الشتاء أو في الربيع. في الفترات دي بيكون جسمها جاهز والهرمونات عندها في أعلى نشاطها، ولما الأنثى توافق على الذكر الموضوع مش بيخلص بسرعة زي كتير جدا من الحيوانات. الجمل عنده طاقة وصبر غير طبيعيين، يقدر يفضل في وضع التزاوج لفترة طويلة جدا من غير ما يتعب. القدرة دي العلماء بيشوفوها جزء من تكيفه مع حياة الصحراء، لأن موسم التزاوج هناك قصير، فلازم يستغل كل لحظة ويضمن إن عملية التزاوج تحصل بأفضل شكل قبل ما ترجع الظروف الصعبة من حر شديد أو برد قارس. الإبل اللي بنسميها سفينة الصحراء مش واخدة اللقب ده من فراغ، دي فعلا مخلوقات خارقة في قدرتها على التكيف مع أصعب الظروف. الجمل يقدر يعيش أيام طويلة جدا من غير ما يشرب نقطة مية، وكمان يتحمل حر الصحراء اللي بيولع بالنهار وبردها اللي بيقرص بالليل. السر في التحمل ده بيرجع لتصميم جسمه العبقري. السنام اللي فوق ظهره مش بيخزن ميه زي ما الناس فاكره، ده بيخزن دهون، والدهون دي لما جسمه يحتاجها بيحولها لطاقه واحيانا لميه كمان. شكل مناخيره عامل زي الفلتر، بيقلل فقدان الرطوبه مع النفس وكانه بيحتفظ بكل نقطه ميه جوه جسمه. جفونه المزدوجه ورموشه الطويله بتحمي عينه من العواصف الرمليه اللي لو جت لغيره ممكن تعميه. رجليه العريضة شبه المخدة علشان يقدر يمشي على الرمل الناعم لمسافات طويلة من غير ما يغرز رجليه. الإبل كمان عند البدو مش مجرد حيوان، دي كانت زمان ولسه لحد دلوقتي جزء من حياتهم اليومية، بيستخدموها كوسيلة نقل تشيلهم وتشيل حاجاتهم في الصحراء لمسافات طويلة، وكمان مصدر للحليب واللحم وحتى الصحبة، لأن الجمل ذكي وبيفهم صاحبه. لكن الحكاية بتتغير تماما أول ما يدخل موسم التزاوج. الجمل اللي طول السنة هادي ومسالم فجأة بيتحول كأنه نجم استعراض وسط الرمال، بيبدأ يطلع أصوات غليظة، ينفخ البالونة الحمراء من بقه، يهز راسه بطريقة ملفتة، ويعمل حركات كلها استعراض قوة علشان يجذب الإناث. وغير البالونة والنفس القوي، الذكر بيبقى عدواني أكتر وبيحاول يبعد أي ذكور تانية من المنطقة اللي فيها الإناث. ساعات ممكن يدخلوا في معارك شرسة يستخدموا فيها رقابهم ورجليهم الأمامية لضرب بعض. الجمل الذكر في الفترة دي كمان بيطلع لعاب كتير جدا ويخليه سائل كده من بقه، وده بيكون جزء من استعراضه، كأنه بيقول أنا في قمة النشاط، وممكن يقلل أكله أو يسيبه خالص، وده لأنه كل تركيزه بيبقى على جذب الإناث والتزاوج مش على الأكل خالص. وقت ما الناقة بتحمل دور الجمل الذكر تقريبا بينتهي بعد التزاوج على طول، وده طبيعي عند أغلب الحيوانات. بعد كده الذكر بيرجع يعيش حياته العادية وسط القطيع أو لوحده، ومش بيشارك في رعاية الأنثى أو الجنين لأن طبيعة الإبل كده. بس في بعض الحالات لو الجمل هو المسيطر على القطيع ممكن وجوده بشكل عام يخلي القطيع في أمان من الحيوانات المفترسة أو من ذكور غريبة، لكن دي مش رعاية مباشرة للأنثى. الذكور في موسم التزاوج بيبقوا مركزين أكتر على جذب إناث تانية والتزاوج معاهم، علشان كده ما بيبقاش فيه اهتمام كبير بالأنثى اللي خلاص حملت. الناقة الحامل هي اللي بتدور على الأكل والمية لنفسها وبتحمي نفسها لحد الولادة، والقطيع بيساعدها بشكل غير مباشر، لكن مفيش ذكر بيقف يخدمها أو يرعاها زي ما الإنسان بيعمل. يعني باختصار الجمل الذكر بيخلص دوره في لحظة التزاوج، وبعد كده المسؤولية كلها بتكون على الأنثى لحد ما المولود يجي. الناقة بتحمل فترة طويلة جدا حوالي 13 شهر،
يعني أكتر من سنة كاملة، وده وقت أطول من حمل أغلب الحيوانات، والسبب إن الجنين محتاج ينمو براحة ويتأقلم على ظروف الصحراء اللي هيتولد فيها، من الحر الشديد بالنهار للبرد القارس بالليل. عادة الناقة بتجيب مولود واحد بس، وده بيخليها تركز كل طاقتها وغذائها عليه علشان يطلع قوي وصحي. جسمها مصمم انها تتحمل نقص الاكل او المية، لان السنام بيخزن الدهون اللي بتتحول لطاقة وقت الحاجة، وده بيساعدها تكمل الحمل حتى لو الظروف صعبة. خلال الحمل سلوك الناقة بيتغير شوية، في الشهور الأخيرة بتكون أهدى وتبعد عن الزحمة أو أي خناقات بين الجمال، وكأنها بتحافظ على نفسها والمولود بتاعها. ولما بيقرب وقت الولادة بتبدأ تدور على مكان هادي وآمن بعيد عن القطيع تحس فيه بالأمان وهي بتولد. وقت الولادة ممكن تولد وهي واقفة أو قاعدة، والمولود بينزل مكسو بطبقة خفيفة من الصوف علشان تحميه من البرد. المدهش إن الجمل الصغير ده بيقدر يقف ويمشي بعد ساعات قليلة من ولادته، وده مهم جدا علشان يلحق أمه في الصحراء وما يتأخرش عن القطيع. بعد الولادة لبن الناقة بيكون غني جدا بالدهون والطاقة، وده بيخلي الجمل الصغير ده يكبر بسرعة ويتحمل حرارة وبرد الصحراء. واللبن ده مش بس مفيد للجمل، ده كمان ليه فوائد كبيرة جدا للبشر، وبيستخدموه في مناطق كتير كمصدر غذاء مهم.